مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. واليوم سوف نتحدث عن موضوع مثير للجدل بين الجيران المغرب والجزائر، وهو سياسة الإعلام الجزائري السلبية تجاه المغرب وتهويل أخباره. لكن قبل ما نبدأ يجب عليكم أن تعرفوا بأنني مغربي، وسوف أتحدث في هذا الموضوع بكل حيادية. وأيضا سنناقش بشكل مفصل وطويل الأسباب المحتملة وراء هذا الموقف، سواء كانت تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أم ثقافية. الموضوع الأول: الخلافات السياسية المستمرة لفهم جزء من مسألة كراهية الإعلام الجزائري للمغرب. يجب أن نستعرض بعض الخلافات السياسية التي حدثت بعد الاستقلال الفرنسي سنة 1956. تناقضات في السياسة الإقليمية بين البلدين وتنافسهما على النفوذ يمكن أن يكون سببا وراء هذه العداءات الإعلامية. الموضوع الثاني: التنافس الاقتصادي والتجاري. يعتبر التنافس التجاري والاقتصادي أحد العوامل المهمة في التوتر بين البلدين. الجزائر والمغرب يمتلكان مواردا طبيعية غنية، وكلاهما يسعى لتحقيق التفوق الاقتصادي في المنطقة. قد يكون الإعلام الجزائري يستخدم تلك التهم والانتقادات السلبية لتخفيض شعبية المغرب والقوة الاقتصادية اللامتناهية التي يتميز بها المغرب. الموضوع الثالث: النزاع التاريخي حول الصحراء المغربية. واحدة من أكبر الخلافات بين المغرب والجزائر يتعلق بالوضع في الصحراء المغربية، حيث تدعم الفصائل الانفصالية من قبل الجزائر. يمكن أن يؤدي هذا النزاع إلى تصاعد التوتر السياسي والإعلامي بين البلدين، وبالتالي يزيد من انتقاد الإعلام الجزائري للمغرب وكراهيته. الموضوع الرابع: التبعيات الثقافية. قد يلعب العنصر الثقافي دورا في مشكلة كراهية الإعلام الجزائري للمغرب، فكلا البلدين يتمتعان بثقافات فريدة وتقاليد متنوعة، والتصادم المحتمل بين هذه التقاليد من الممكن أن يؤدي إلى التوترات والشعور بالعداء في الإعلام. خلاصة القول: في هذا الفيديو تناولنا بشكل مفصل وطويل أسباب إعلام الجزائر السلبي تجاه المغرب وتهويل أخباره. من المهم أن نفهم بأن هذا النقاش لا يمكن أن يكون شاملا بسبب تعدد العوامل المحتملة وراء هذا الموقف، لكن من خلال مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية يمكننا أن نفهم بعض الجوانب المرتبطة بهذا الإعلام الدائر بين البلدين. نأمل أن يساهم هذا الفيديو في زيادة الوعي والتفاهم بين الشعبين المغربي والجزائري. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، وأن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ووضع لايك لكي تتوصلوا بكل جديد. إلى اللقاء.